السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب. يكون رمضان عدى عليكم بالخير وما شفتوا فيه الا الخير يا رب. جايبه لكم النهارده طريقة الكريم باستري بطريقة سهلة جدا، من غير بيض ومن غير ما نشتريها باودر ولا نتعب نفسنا. مكوناتها موجودة عندنا كلنا، مفيهاش اي مكونات غريبة. هنحتاج كوباية ونص من اللبن، ونحتاج معلقة من سميد البسبوسة، ده موجود عندنا. نحتاج معلقة من النشا، معلقة من سميد البسبوسة ومعلقة من النشا. ندوبهم الأول على البارد مع معلقة من السكر أو حسب الرغبة. معلقة من السكر كانت مظبوطة. ندوبهم الأول على البارد كويس جدا عشان النشا ما تكتلش مننا، وندوب السكر. كريمة غنية جدا، مش محتاجة اجيبها باودر، مش محتاجة اي مكونات غريبة فيها. هي كده ما شاء الله تطلع معاكي كريمة غنية جدا. هنا عندي انا دوبت على البارد وبدأت اشغل النار ب... بايدي فيها على طول علشان النشا ما تكتلش ما تكلكعش مني. اول ما بدأت تغلي معايا، عندي ضفت هنا كوباية او معيار صغير من الشوكولاتة البيضاء. دول كانوا حوالي عاملين 70 جرام من الشوكولاتة البيضاء. وعندي هنا معلقة قشطة، قشطة معلبة، قشطة وش لبن. انا مستخدمة قشطة وش لبن. اللبن اللي انا استخدمته جمعت الوش بتاعه، مفيش اي مكونات غريبة ولا حاجة مش موجودة. ايدي فيها لحد ما الشوكولاتة معايا تدوب والقشطة بتاعتي تدوب والقوام بتاعي يتقل وما تبقاش مكلكعة او مخرزة. زي ما انتم شايفين قوام كريمي ما فيهاش اي كتل او كلاكيع. هنا عندي اول ما القوام تقل وصلت القوام اللي انا محتاجاه، ضفتها في بولة او في طبق، واغطي وشه اهم حاجة بكيس تلاجة او بستريتش علشان او ادخلها التلاجة ما تعملش معايا قشرة ناشفة وتبوظ لي الوش بتاعها. كده تحافظ لي عليها. ما شاء الله، جربوها.